انا مش عارف ليه الناس ما بتحبش تعرفني وبيقولوا عليا شكلي وحش، مع اني والله العظيم طيب وعمري ما اذيت حد. انا عارف كده وشفته من اول مره اتعاملت معاك، بس عايز الحل خليك زيي والناس هتموت فيه. ازيك ازاي يعني؟ عايز نعمل عمليات تجميل؟ عمليات تجميل ايه؟ قلت لك بدله شيك وساعه بالشيء الفلاني وبس. بس هيك هم يتعرفوا عليا ولا يتعرفوا على البدله؟ يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجه غير المظاهر. عندك حق. انا برضه اول ما شفتك اتعرفت عليك عشان شكلك ابن ناس. ولما اتعرفت عليا على الدغري لقيتك اناني وبياع ومصطفى. بس انت عرفتني ليه؟ عشان الناس لما هتشوفك جنبي بشكلك ده هيتعرفوا عليا انا ويسيبوك. طول عمرك واطي. هو ايه اللي على وزن قارة؟ خيرة سارة. يا عبيط، الناس ما بيهمهاش حاجه غير المظاهر. ليه؟ عشان انا مش محرموش؟ انا عجباني انا مش داعم وهاكلكوا في نوع غيري. وصلت للقمر؟ تقريبا كده. تقريبا كده. هو في كاتب اسمه ويليام شكسبير؟ ها؟ عايز اعمل جديد. بابا بقى كتبي على السفرة. تقفي انت مش مرتبط اصلا. فيها مكان على الخريطه، انا ايه اللي مقعدني معاك؟ فكرتني بالهم يا اخي. انا ماشي. النهاية. أخيرا خلصت الرواية اللي هاخد بيها جايزة نوبل. اهلا وسهلا بيكم بالمختصر المفيد. احدب نوتردام قصه عظيمه وليها ابعاد كتير جدا واتعملت افلام وكرتون وطفولتنا كلها مربوطه بيها، مع انها مش قصه اطفال ومعظم الافلام غيرت نهايتها عشان كئيبه، الا ان القصه عظمتها في اللي ورا القصه. تعالوا نشوف مع بعض الروايه كانت بتحكي في ايه ونعرف بعدها ايه اللي ورا القصه. شويه غجر كانوا جايين يسرقوا الاب فرودو قسيس كنيسه نوتردام، لكنهم ما بيعرفوش وبيهربوا وبيسيبوا طفل مشوه واحدب. الاب فرودو بيحتفظ بالطفل في الكنيسه وبيربيه انه يكون قارع اجراس كنيسه نوتردام، طفل بريء وطيب، وعشان ما خرجش بره الكنيسه ما تلوثش بالمجتمع نهائي، بس هو كان نفسه يخرج ويشوف الحياه، والاب فرودو كان بيرفض عشان شكله الاحدب المشوه اللي ممكن يخوف البشر منه. بيقدر يخرج الاحدب من ورا فرودو وبيعمل كده في وقت مهرجان، وبسبب شكله المشوه الناس بتسخر منه وبتنصبه ملك المهرجين في المهرجان. المهرجان كان فيه مجموعه من الغجر اشهرهم ازميرالدا ساحره قلوب البشر، والكراش المجهول للاب فرودو. الاب فرودو بيعرف اللي حصل من الاحدب وبتحصل مشكله بيتحاكم على اساسها الاحدب كوازيمودو بالجلد وبيتساب مربوط في الميدان. بيطلب ميه علشان عطشان لكن محدش بيقرب له نهائيا ما عدا ازميرالدا، هي الوحيده اللي بتعطف عليه وبتشربه من ايديها. رقه وجمال ياخد العقل. وبتظهر في الروايه مشكله الاب فرودو اللي عاوز ازميرالدا، وازميرالدا عايزه فارس اسمه فوبوس، وفوبوس مرتبط باميره اسمها ليلى، بس هو كمان بيكراش على ازميرالدا وبيستغلها، وفرودو حاقد عليه وبيموته. لكن للاسف الشديد مين اللي بتلبس التهمه؟ ازميرالدا، وده لان لما اتقبض عليها من كتر التعذيب قررت ان هي تعترف ان هي اللي قتلته. يوم تنفيذ حكم الاعدام بيظهر كوازيمودو وبينقذها وبياخدها على الكنيسه. في نوتردام في قانون اللي بيلجأ للكنيسه محدش بيقدر يعمل له حاجه ومحدش بيقدر يخش يقبض عليها بسبب القانون ده تقديسا للكنيسه. لكن في واحد مش عامل اعتبار لكل ده جوه الكنيسه، الاب فرودو اللي شايف ازميرالدا عايشه في الكنيسه وما بتخافش من كوازيمودو الاحدب اللي شافت طيبته ونقائه ومش مهتميه بفرودو اللي بيحبها. كوازيمودو بسبب شغله في اجراس الكنيسه سمعه تقيل، فبيدي صفاره صوتها عالي لازميرالدا عشان تستخدمها ويسمعها ويجي ينقذها لو حست بالخطر. فرودو في يوم بيقتحم اوضه ازميرالدا وبيعترف لها بحبه وبيحاول يتهجم عليها، ساعتها بتستخدم الصفاره. طبعا كوازيمودو بيتفاجئ من سلوك الاب فرودو وفرودو بيزعل علشان صورته اتهزت قدام الشخص القبيح ده، وكل ده بسبب ازميرالدا. عشان كده فكر انه لازم يتخلص من ضعفه البشري ده، فبيسلم ازميرالدا للشرطه.
ازميرالدا بتتشنق اللي بياخدوها من باب الكنيسه ويشنقوها على طول. كوازيمودو اللي مش مستوعب كل اللي بيحصل ده وبيشوفه قدامه بيتغاظ جدا وبيزق فرودو من فوق الكنيسه وبيقع يموت وبيختفي نهائيا كوازيمودو. بيقال في الروايه ان اثناء نقل الجسامين من منطقه الدفن لقوا جنب الهيكل العظمي لازميرالدا هيكل تاني حاضنها بس ظهره محني وباين انه مشوه او احدب، والاوضح انه مات في نفس الفتره اللي ماتت فيها ازميرالدا. ايه بقى عاوز تقول ايه يا عم فيكتور هوجو؟ الجمال والقبح. الجمال ليه 1000 شكل، والقبح برضه في من كل واحد منهم داخلي وخارجي. فرودو جميل من بره، راجل دين ليه هيبه وعظمه وتقي، الا انه من جواه قبيح، عاوز يتحكم ويستولى على كل حاجة زيه زي فوبوس اللي كان بيستغل ازميرالدا. على العكس تماما من كوازيمودو الأحدب، بريء وجميل من جوه لكن شكله عامل ليه مشكلة كبيرة. واحنا كبشر مشكلتنا اننا بنهتم بالمظاهر. اللي مختلف عن القاعدة هنا في الرواية ازميرالدا جميلة من بره ومن جوه، لكن كل اللي حواليها غيرانين من ده. الوحش من جوه يا اما عايز يمتلكها يا اما عايز يستغلها او حتى يخفيها من الحياة، اما الحلو من جوه فعايزها تشوفه وتقتنع بيه انه انسان، لكن في عائق ما بينهم الشكل. فيكتور هوجو بيهاجمنا كبشر في طريقتنا في التفكير. ليه المظاهر مهمة؟ ولو مهمة ليه بنكره الأجمل مننا بدل ما نحاول نكون زيه؟ ليه ما بنهاجمش وحشتنا بدل ما يكون همنا ان احنا نقضي على حلاوة الآخرين؟ وليه أصلا ما بنبصش في ورقتنا وبس؟ طبعا كان فيه هجوم على المجتمع اللي بيسخر عن كل ما هو مختلف في زمن كتابة الرواية، لكن زي ما انتم شايفين الموضوع ينفع لحد دلوقتي. حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع أحمد حسن.